سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. النهاردة هستضيفكم في بيتي هناقش معاكم موضوع مهم جدا، وهي حالة معظم الأمهات بتمر بيها كل فترة، حالة من الخنقة والاكتئاب من الروتين اليومي اللي بتعمله في مهامها اليومية. كل يوم بتصحى بتروق الشقة اللي ما بتتروقش، وبتغسل المواعين اللي ما بتخلص، وبتحضر الغداء واللانش بوكسات بتاعت الصبح أو الفطار والعشاء. ومع الوقت الأم بتحس إنها مخنوقة ومتضايقة، وبتحس دايما إن هي ملهاش قيمة أو ما بتعملش حاجة مهمة قوي في حياتها. هناقش معاكم الموضوع ده وإزاي نحله، وإزاي نقدر نتخطى الحالات النفسية اللي بنمر بيها كل فترة بسبب المهام المنزلية. بدأت يومي النهاردة معاكم إن أنا طبعا معظم الأولاد خدوا الأجازات، بحاول أدور لهم على أي مناهج بسيطة أو ورق بسيط يتدربوا عليه طول الأجازة. كل يومين كل 3 أيام أطبع لهم ورقة أو ورقتين يحلوها أو يلونوها بطريقة ممتعة، يعني مش بشكل إجباري. بيختاروا هم الوقت المناسب ليهم في اليوم إن هم يحلوها أو إن هم يلونوها، وأنا بكون معاهم بساعدهم بشكل بسيط علشان بس ما ينسوش الحاجات اللي هم درسوها طول السنة. تاني حاجة عملتها وكانت مهمة جدا في الفترة اللي أنا مريت بيها الفترة اللي فاتت دي، إن أنا عديت على المكتبة. أنا كل فترة بعمل كده، ساعات بوقف لأن أنا بنسى، وساعات برجع تاني أعمل الموضوع ده لأنه بيأثر في نفسيتي جدا. إن أنا جبت بلوك نوت أو جبت أي كراسة كده، وجبت ألوان من الأقلام، وببتدي أعمل دوكيومنتيشن لكل حاجة، بكتب كل حاجة بعملها في يومي. والموضوع ده مهم جدا وبيفرق معايا جدا إن أنا بحس بالإنجاز لما بكتب كل حاجة عملتها، وبحط صح قدام الحاجة اللي أنا كنت عايزة أخلصها النهاردة وخلصتها. باجي في آخر اليوم فعلا بحس إن أنا مبسوطة ومرتاحة إن أنا أنجزت مهام كتير لو كنت عملتها من غير ما أكتبها وأشوف قدام عيني إن أنا فعلا عملتها، ما كنتش هحس بقيمتها وما كنتش هحس بالإنجاز اللي أنا عملته في اليوم ده. هكمل كلامي معاكي النهاردة واحنا بنعمل وصفة من أجمل الوصفات، وهي وصفة الإكلير. هقولها لك بالتفصيل وهقولك ايه الحاجات اللي كانت بتقع مني وكانت بتخليني أوقات أعمل مقدار واتنين ويبوظ مني كله. إن هي تهبط بعد ما تكون نفشت في الفرن، أول ما تطلع تهبط وتدخل في بعضها، أو إن هي أصلا العجينة ما تنفش خالص في الفرن. هقولك ايه اللي يخليها تفشل معاكي. كل المقادير هكتبها لك تاني في صندوق الوصف، واكتب لك اي ملاحظات على الفيديو وانتي بتسمعيني. بالنسبة بقى للمشكلة اللي احنا بنعدي بيها كل فترة، اول حل ليها ان انتي لازم تكوني عاملة روتين في حياتك، هو الورقة والقلم. لازم تكوني ماشية بورقة وقلم، عايزة طلبات تجيبيها تكتبيها في ورقة وقلم. في شنطتك دايما في بلوك نوت صغيرة مع قلم، وانتي قاعدة بتسمعي بودكاست أو بتتفرجي على قناة دينية مثلا على التلفزيون، يبقى معاكي ورقة وقلم. سلاحك في الحياة هو الورقة والقلم. لكن قبل ما تكتبي مثلا زي ما وريتك في أول الفيديو إن أنا بكتب كل الحاجات أو كل المهام اللي ورايا واللي أنا محتاجة أعملها في يومي، بكتبها. قبل ما ترتبي أولوياتك في حياتك، يعني في الحياة الدنيا، لازم تكوني عاملة مكان في أولوياتك اليومية وفي الجدول بتاعك اليومي اللي بتكتبيه إن هيبقى فيه جزء لقراءة القرآن، وجزء لسماع درس ديني لشيخ من الشيوخ اللي انتي بتفهميه وطريقته سلسة وطريقته سهلة. لو أول مرة بتطبقي الموضوع ده فخليكي في مواضيع دنيوية، يعني الشيوخ اللي بيتكلموا في مواضيع دنيوية بيتكلموا مثلا عن فترات الابتلاء وازاي نعديها، عن الجار وحق الجار وازاي نتعامل مع الجيران وازاي نتعامل مع الناس اللي حوالينا، الصدق والأمانة والصبر، وكل المواضيع اللي ليها علاقة بحياتنا اليومية وتربية الأولاد. في شيوخ كتير يعني بيتكلموا بعاملين سلاسل في تربية الأولاد في الإسلام والطريقة الصح لتربية الأولاد. تقدري تسمعي كل الحاجات دي
وتخصصي كل يوم نص ساعة تشغليها على الموبايل جنبك وانتي واقفة في المطبخ. طيب ناس كتير بتقول يعني إن هُم بيعملوا الحاجات دي بس مش بيحسّوا بيها، يعني أو مش بيحسّوا بتأثيرها في حياتهم. كُلّنا عندنا في عقلنا الباطن كده folder كده شايلينه جوّه مُخّنا بعيد ما بنفتحوش خالص، في الآية القرآنية اللي بتقول: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". كُلّنا عارفين إن إحنا جايين الدنيا أول حاجة لعبادة ربنا، ربنا خلقنا إحنا مخلوقات لله. لكن دايمًا الآية دي على جنب، ودايمًا إحنا بنشوف يعني طيب ماشي أنا عارف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلاة وبتصلّي وخلاص لمّا ربنا بيقدّرِك تمسكي المصحف تقرأي صفحة أو صفحتين أو جزء زي ما ربنا بيقدّرِك وخلاص وبتكمّلي حياتِك وأنتِ مش حاسة بحاجة. بس الحقيقة إن هو مع الوقت ومع التكرار ومع الاستمرارية هتحسي ب يعني هتحسي بالآيات اللي أنتِ بتقرأيها، هتحسي بالأذكار اللي أنتِ بتقوليها. هابسّط لِك الموضوع بمثال بسيط جدًا. الإنسان نَفْسه لمّا صنع مثلًا عربية، يعني الإنسان صنع عربيات. أنا مثلًا لمّا رُحت اشتريت عربيتي، اشتريتها عربية زيرو، رُحت جِبتها من المعرض زيرو. لمّا خدت العربية من المعرض ادّوني معاها manual أو كتالوج يعني. الmanual ده فيه كل حاجة أو كل مشكلة ممكن تظهر في عربيتِك وطريقة حلّها إزاي. في وقت من الأوقات العربية كان ظهر فيها مشكلة. وقتها أنا ما كنتش متجوّزة ولا عندي أطفال لسه، وكنت يعني خلاص عندي وقت ورايقة، فتحت الmanual قعدت أدوّر فيه، حددت المشكلة وعرفت حلّها من غير ما أروح لميكانيكي ومن غير ما أروح وألجأ لأي حد تاني. لله المثل الأعلى طبعًا. إحنا مخلوقات لربنا، وربنا نزّل لنا منهج، المنهج ده هو القرآن الكريم. لو خلّيتِ القرآن والسنة النبوية منهج لحياتِك، عمرِك ما هتحسّي بالخنقة والاكتئاب الشديد اللي بيمُرّوا بينا كل وقت. هتسمعي ناس كتير بقى في الأخصائيين النفسيين والlife coaching والحاجات دي كلّها يقول لِك لأ أنتِ لازم كل فترة تخرجي وتسيبي ولادِك في مكان وتغيّري في شكلِك وروحي اصبغي شعرِك وروحي هاتي طقم جديد وروحي اعملي مش عارفة إيه وجدّدي شغفِك ب ب في الحياة والكلام الجميل ده. كل الحاجات دي حلول مؤقتة، يعني هتتبسطي لمّا تخرجي مع صاحباتِك لفترة معيّنة، هترجعي وأنتِ راجعة من الخروجة نفسها هتحسّي بالخنقة. أنا راجعة تاني للرتابة، راجعة تاني لشغل البيت، راجعة تاني للمهام اليومية اللي عليَّ. هتروحي تتعلّمي حاجة جديدة وهتنجحي فيها وهتاخدي شهادة وهترجعي تاني لنفس الحالة النفسية الdrop اللي بيحصل لِك كل فترة، إلا لو كان دايمًا قدّامِك هدف كبير بتخلّي كل الأهداف الدنيوية متوجهة ناحيته. زي كده ما تجيبي الحديد الباودر وتقومي حاطاه على ورقة زي ما كنا بنعمل زمان ونجيب ماجنت كده ونقوم حاطين الماجنت ده في النُص، هتلاقي كل الحديد الباودر اللي حواليه اتجذب على الماجنت ده بشكل منظم جدًا وبترتيب منظم جدًا، وبنجمّع حوالين الماجنت اللي هو الهدف الأكبر ليكِ، إن أنتِ دايمًا باصة في كل حاجة بتعمليها في حياتِك على الآخرة. أنا باصة على الآخرة، أنا باقوم بالمهام المنزلية دي وأخلّي بيتي نضيف علشان أرضي ربنا، عشان يفضل بيتي نضيف. أنا باربّي أولادي علشان أطلّعهم صالحين للمجتمع. أنا مثلًا باخِس علشان أملى عين جوزي وأرضيه وأغُض بصره على إنه يبُص برّه، أو باتخن لنفس السبب سواء ده أو ده. كل حاجة في حياتِك مهما كانت صغيّرة استحضري النية فيها إنها لوجه الله. بيمُر عليكِ أوقات بيبقى في ابتلاءات شديدة، بيبقى في مشاكل في الحياة، ما فيش حد ما عندوش مشاكل في الحياة مهما كان باين من برّه إن هو مبسوط ومرتاح وما عندوش أي حاجة وكل حاجة متاحة قدّامه، ما فيش حد ما عندوش مشاكل في حياته. في الوقت ده لمّا أنتِ بتكوني كل يوم
ليكِ نُص ساعة بتشوفي أو بتسمعي قصص عن الصحابة، قصص عن أمهات المؤمنين، تسمعي ابتلاءاتهم الشديدة كانت عاملة إزاي وصبرهم عليها. مثال بسيط جدًا يعني من هادّيكم مثال كده سريع. عروة بن الزبير بن العوام، كانت أمه أسماء بنت أبي بكر وخالته السيدة عائشة رضي الله عنها. عروة كان في رحلة للخليفة وحصل له مشكلة في رجله، والأطباء لمّا وصل المكان اللي هو كان رايحه عند الخليفة قالوا لازم رجله يحصل فيها بتر، وصمم إن يحصل البتر من غير ما ياخد أي مخدر، ما كانش عايز يُذهب عقله يعني، وقال أنا هادخل في الصلاة وأول ما اندمج في الصلاة يقطعوا لي رجلي. في الوقت ده ابنه دخل الحظيرة بتاعة الخيول، رفسوا خيل من الخيول وتوفى في الحال، كان واخد ابنه معاه في الرحلة دي، ففي اليوم ده بُترت ساقه ومات ابنه. لمّا حصل له كده في اليوم ده قال إيه؟ يعني نبُص درجة الثبات ودرجة الصبر اللي كان عليها، قال: "يا رب كان لي 4 أطراف، أخدت واحدًا وأبقيت 3. يا رب كان ليه 7 من البنون، كان عنده 7 أولاد، أخدت واحدًا وأبقيت 6." وحمد ربنا على الابتلاء اللي هو فيه، وقال إن كل اللي بيحصل له من الله هو خير. فلمّا بتبتدي تسمعي القصص والابتلاءات الشديدة دي للصحابة والمواقف اللي عدّوا بيها والأمهات المؤمنين، لمّا بييجي لِك بقى أنتِ مشكلة في حياتِك، مش هاقول لِك إن أنتِ هتبقي مبسوطة وطايرة، لأ طبعًا، بس بيكون في نوع من أنواع الثبات الانفعالي، يقين وإيمان جواكِ إن كل حاجة ربنا بيقدّرها هي في الأول وفي الآخر خير. فده مهم جدًا إن أنتِ تخلّي في يومِك وقت للقرآن، حتى لو أنتِ لسه مش حاسة بيه ومش حاسة بتأثير قراءتِك للقرآن، ويُفضّل إن يكون في تفسير في المصحف اللي أنتِ بتقرأي فيه، ووقت كمان لدرس ديني، وبتكتبي بقى بقية الحاجات اللي أنتِ مهم عندِك تنفّذيها النهارده. يعني مثلًا آآ عندِك مثلًا في أيام هتطبخي فيها أكلة إنها تقعد يومين، آدي أول يوم عملتِ الأكل ونضّفتِ المطبخ وكُلّه تمام، تاني يوم أنتِ عندِك أكل، هتقومي حاطة في الجدول بتاعِك إن النهارده الأوضة الفلانية هامسكها أنضّفها من أولها لآخرها، وأنتِ بتنضّفي الأوضة هتسمعي الدرس الديني، في الوقت اللي قاعدة بترتاحي فيه بعد ما خلّصتِ تنضيف الأوضة ومسحتيها وروّقتِ الدولاب الكلام ده كُلّه، هتقرأي الوِرد القرآني بتاعِك. دي حاجة هتحطّيها في الجدول بتاعِك. عندِك مثلًا تخصّصي يوم في الأسبوع، عندِك 7 أيام، اكتبي كده السبت، الحد، الاتنين، التلات، الأربع، أي يوم فيهم هتحدّديه، عارفة إن مش هييجي لِك فيه ضيوف أو مش هيبقى عندِك مشاوير أو مش هتروحي لمامتِك، مش هتروحي لحماتِك، تكتبي إن في اليوم ده هتبتدي تجهّزي أكلات للفريزر إن أنتِ تطلّعيها تبقى جاهزة على الأكل على طول، هتحضّري بانيه، هتحضّري كفتة، وفي نفس الوقت في اليوم ده تعملي أكلة سريعة، بطاطس محمّرة مع بابا غنوج مع خضار أو أي أكلة سريعة، كشري، أي حاجة سريعة بحيث إن أنتِ ما تقضّيش وقت طويل واقفة على رجلِك في المطبخ. كل حاجة بقى بتعمليها في جدولِك اللي أنتِ بتكتبيه كل يوم، قبل ما يعني أول ما تخلّصي أي خطوة منهم هتعملي عليها صح. في نفس الوقت الورقة اللي أنتِ عاملاها جدول دي علّقيها قدّامِك على التلاجة أو خلّيها في الblock note زي ما هي بس حطّاها في درج من أدراج المطبخ، كل شوية تطلّعي لإن طول ما أنتِ مش كاتبة أنتِ على طول تايهة، طول ما فيش ورقة وقلم قدّامِك وكاتبة إيه الحاجات اللي وراكِ هتلاقي نفسِك على طول تايهة، هتلاقي نفسِك أوتوماتيك كده بتروحي تمسكي الموبايل وتقعدي على الفيسبوك على اليوتيوب وعلى الإنستجرام بالنُص ساعة وبالساعة وبالساعتين، وبعدين بعد ما تخلّصي كده هتلاقي نفسِك قُمتِ ما استفدتيش أي حاجة غير إن أنتِ شُفتِ فيديوز لناس طالعة بتهزر، ناس طالعة بتعمل مقالب، ناس طالعة بتورّينا الفرح بتاعها، ناس طالعة بيشتروا هدوم جديدة وبيوروها لنا، أي حاجة بقى مش هتبقى مفيدة وتلاقي نفسِك ضيّعتِ وقتِك على الفاضي. لكن لو كل حاجة أنتِ كاتباها في ورقة قدّامِك،
خلاص أنا خلّصت الstep دي، اللي بعدها إيه، خلّصت 1 و2 فاضل 3 و4 و5 و6. لازم ألحق أعمل اللي بعدها. هتلاقي يومِك فيه بركة، هتلاقي نفسِك أنجزتِ مهام كتير ما كنتيش متخيلة إن أنتِ تنجزيها من حتة الورقة اللي أنتِ كتبتيها دي في أول يومِك أو في أول الأسبوع، ومع إن أنتِ دخّلتِ في جدولِك القرآن والدرس الديني، وهتكوني سعيدة جدًا بالإنجاز اللي أنتِ أنجزتيه ده. الإنسان طول الوقت محتاج يحس إن هو بيعمل حاجة، إن هو مفيد، إن هو مُنجز، إن هو ناجح في حاجة. فلازم ت ت ت تعملي علامات الصح على الحاجات اللي أنتِ قررتِ تعمليها في اليوم ده، علشان في آخر اليوم هتحسي فعلًا إن أنتِ نجحتِ في اليوم ده، وما فيش حاجة أخرتيها، وما فيش حاجة راحت منِّك، وهتحسي بالبركة في وقتِك. الكلام اللي أنا باقوله لِك ده مش مجرد كلام مُرسَل كده وخلاص وعشان نعمل فيديو ونقول أي كلام يخلّينا عندنا حماس إن إحنا ناخد الخطوات دي، لكن هادّيكِ دليل ودليل قاطع وبرهان قاطع على إن كلامي ده أكيد، وإن البركة هتكون موجودة في وقتِك وفي يومِك وفي أعمالِك كلّها حتى لو كنتِ بتشتغلي. وهي الآية القرآنية اللي ربنا بيقول لنا فيها، آية من القرآن أهي: بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن كتاب مبارك، ما زاحم شيء إلا زاده بركة. وجود القرآن في يومك وفي جدولك هيزيد يومك بركة، هيريح يعني هيخليكي نفسيا مرتاحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع كمان الدرس الديني اللي اتفقنا عليه، اللي هيخليكي عندك صلابة نفسية إن انتي تواجهي أي مشكلة في حياتك. وما تنسوش إن إحنا زي ما عندنا جسد بنغذيه بالأكل وبالشرب وفيتامينات، عندنا روح، والروح هي اللي أبقى. الجسد فاني، إحنا عارفين كلنا إن إحنا موجودين في الدنيا لفترة معينة. يقينك إن انتي من أهل الجنة وإن انتي جاية الدنيا تعملي علشان تحضري بيتك اللي في الجنة، هيخليكي دايما متحمسة وبصة لبعيد. يعني بصة أنا لأ، يعني مهما يحصل هنا كله هيعدي، كل حاجة بتعدي، وأنا متأكدة إن كل اللي بيسمعوني مروا بمواقف صعبة وعدت وخلصت، وجي مواقف تانية أصعب منها وعدت وخلصت. كل حاجة بتخلص وكل حاجة بتعدي، بس المهم بتسيبنا إزاي. المهم إحنا كنا عاملين إزاي وقت المشكلة، وقت الابتلاء، وقت المصيبة. نحتسب عند الله وعينينا دايمًا على الآخرة إن كل ده طريق بيوصّلني تاني إن أنا أرجع للجنة. يا رب أكون أفدتكم بالكلام اللي أنا قُلته لكم في الفيديو، ودي فعلًا الحاجات اللي أنا باحاول إنها تبقى في روتيني اليومي. أنا ساعات باوقّف علشان يعني بانسى، الكراسة تضيع منّي، القلم ولادي ياخدوه يضيّعوه، وابتدي أدوّر بقى على الأقلام. يعني دايمًا على طول عندنا في البيت الأقلام ضايعة، لدرجة إن أنا باحطها فوق التلاجة علشان القلم ما يضيعش منّي. كل شوية مخبياه كده فوق التلاجة في مكان عشان ما يضيعش منّي. فأنا قُلت لكم على الحاجات اللي أنا فعلًا طبّقتها وحسّيت بتأثيرها الإيجابي في حياتي وفي يومي. عايزة أقول لكم بقى على شوية tips بالنسبة للوصفة بتاعة الإكلير. مرّتين باظ منّي الوصفة دي. أولًا دي أضبط مقادير أنا عملت بيها الإكلير، لكن في مرّتين باظ منّي. مرّة منهم الإكلير دخل الفرن وما نفشش أصلًا. ليه بقى؟ علشان الخطوة اللي باحط فيها الدقيق على اللبن والزبدة وهو على النار، قعدت أقلّب كتير. بعد ما رفعته من على النار، يعني أنتِ أول ما الدقيق بيختفي خلاص بقى بتحسبي دقيقة واحدة تقلّبي كده بالمعلقة الخشب في الحلة، وتقومي رافعاه من على النار وتسيبيه يبرد. اللي أنا عملته، أنا مستعجلة عايزاه يبرد بسرعة، رُحت حاطاه في العجان وبالكَف قعد يقلّب، يقلّب، يقلّب علشان يبرد بسرعة. اللي حصل إن الزبدة فصلت عن الدقيق. لمّا الزبدة فصلت عن الدقيق، العجينة أولًا ما عملتش المنقار ده، ده العجينة لمِّت، بقت عاملة زي يعني زي عجينة ال اللانكشاير حتى مش البيتي فور، ما بقتش تعمل منقار كده. فلمّا جيت حطيتها في الفرن الإكلير ما نفشش أصلًا.
طيب والمرّة التانية اللي خلّاه يبوظ منّي، فأنا مهم أوي إن أنتِ تسيبيه يبرد براحته، ما تستعجليش عليه وتقعدي تقلّبي فيه عشان يبرد بسرعة. المرّة التانية بقى اللي الإكلير نفش فيها وتمام في الفرن، أول ما طلّعته من الفرن هبط وانكمش ودخل في بعضه، إن أنا زوّدت السُكّر بدل ما أحُط معلقة ونُص سُكّر، حطّيت 3 معالق سُكّر على اللبن والزبدة، على العجينة نفسها، فمهم أوي إن إحنا ما نحُطّش سُكّر كتير. هاكون سعيدة جدًا لو دعمتوني بمشاركة الفيديو مع أصحابكم، وهاكون أسعد كمان لو شاركتوني برأيكم في التعليقات عن الموضوع اللي أنا طرحته النهارده، هل فعلًا استفدتوا من الكلام اللي أنا قُلته والّا لأ؟ وهل حد فيكم فعلًا في فترة من الفترات طبّق الtips اللي أنا قُلت عليها إنه يبقى ماشي في حياته بالورقة وبالقلم؟ أنا عايزة أقول لكم حتى إن أنا في الوصفات عندي كراسة دي لو ضاعت منّي بجد أنا هاقفل المطبخ، بابقى مسجّلة فيها كل الوصفات اللي بتنجح معايا، يعني دايمًا باحب كل وصفة أجرّبها من كذا حد وأشوف أضبط حاجة فيها وأقوم كاتباها كده في block note عندي في المطبخ، وهي دي اللي أنا ماشية بيها في حياتي كلّها، أو ممكن ما أكتبش حتى الوصفة كلّها، لكن أكتب الtips والحاجات اللي المفروض آخُد بالي منها وأنا باحضّر الوصفة الفلانية، لو أنا حافظاها في دماغي وعارفة إن أنا كده، كده مش هانساها. هاكون سعيدة بمشاركتكم في التعليقات، ويا رب أشوفكم في فيديو جديد، وباتمنى ليكم سعادة الدنيا والآخرة، اللهم آمين ليّا وليكم يا رب العالمين، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.